بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المتابع الكريم في كل مكان. تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. راية الأخبار في المواقع التونسية وفي بعض القنوات التونسية والإذاعة التونسية عن نية الهلال، أو هو الهلال قطع شوط بعيد جدا في التعاقد مع اللاعب الطيب بن زيتون، اللاعب التونسي، لاعب نادي البنزرتي التونسي. والاخبار دي للامانه فرحت كل جمهور الهلال لاسباب حنقولها، واحنا حنتكلم في الحلقه دي عن ارقام اللاعب وعن تفاصيل اللاعب وعن هل اللاعب حيشارك مع الهلال افريقيا في مرحله من المراحل من هذه البطوله. لكن خلونا نبدا اول حاجه بالحديث عن انه الهلال يتوجه لشمال افريقيا، ودي حاجه مهمه جدا جدا. اتكلمنا عنها بانه الكوره في شمال افريقيا هي كرة متطورة جدا، خصوصا شمال افريقيا العربي. فكلمت عن مصر، الجزائر، تونس، المغرب، كلها أندية على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات هي دول متقدمة جدا، ودول عندها مواهب كثيرة جدا. طلعت مواهب للعالم كله، لأفريقيا ولأندية المحلية. شمال افريقيا، اللاعب بتاع شمال افريقيا هو لاعب صاحب بنية جسمانية قوية، هو ما زي اللاعب العربي اللي بيكون مثلا من الخليج او كده. هو لاعب قوي بدنيا وقوي جسمانيا. فالحاجه اللي انت عايزها في الافارقه انه هم قويين البنيه الجسمانيه وكده، اللاعب بتاع شمال افريقيا هو قوي جسمانيا. لذلك ناشدنا كثير وتكلمنا بانه ضروره انه الهلال يتجه لشمال افريقيا، خصوصا فيما يخص لعيبه الوسط والهجوم. وشفنا كلنا وتابعنا من خلال كل البطولات السابقه الاخيره، يعني في ابطال افريقيا وحتى على مستوى الكونفدراليه، بنشوف انه الانديه التونسيه والمصريه والمغربيه وحتى الانديه الجزائريه متقدمه جدا وبتمشي لادوار بعيده جدا. والبطولات اغلبها يا تلقى الوداد، الرجاء، بتلقى الترجي في البطوله، في المباراه النهائيه الاهلي المصري، الزمالك، كل انديه شمال افريقيا تحقيق البطولات. واللاعب بتاع شمال افريقيا يا جماعه زي ما قلت لك في بدايه كلامي انه هو لاعب متطور جدا ولاعب بديك. وتاريخيا عندنا في كل اللعيبه اللي جونا من شمال افريقيا شاركوا مع الهلال او حتى مع المريخ هم حققوا نجاحات. فكان الهلال لابد انه يتجه للمدرسه دي، وتنويع المدارس في النادي الواحد بتخليك انك انت تكون عندك يعني كوكتيل او كوكبه من اللاعبين من كل يعني مدرسه انت اخذت لاعب، فبتستفيد من كل المدارس. المدارس في افريقيا، غرب افريقيا وكده، تختلف عن المدارس في شمال افريقيا. واللاعب العربي في شمال افريقيا خصوصا، يعني زي ما قلت لك، تكلمت عن مصر، تكلمت عن الجزائر، تكلمت عن تونس، عن المغرب، كلها يعني على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات فيها كواليتي بتاع لاعبين ممتاز جدا. الهلال زي ما قلت لك اخيرا اتجه صوب شمال افريقيا، والحديث طلع من الاعلام التونسي، ولحتى الان مجلس اداره نادي الهلال ما صرح تصريح رسمي واضح وصريح في الموضوع ده. لكن كل الوسائل الاعلام التونسيه تكلمت عن انتقال اللاعب الطيب بن زيتون، اللاعب اللي بيلعب في البنزرتي التونسي، واللاعب الدولي اللي كان لعب في منتخب تونس تحت سن 20 سنه. وحاجه اتكلم عن اللاعب ده، اللاعب كبنيه جسمانيه، ومن خلال الفيديوهات اللي شاهدناها للاعب مع ناديه البنزرتي التونسي وكارقام لاعب لا غبار عليه، لاعب يملك بنيه جسمانيه ممتازه، لاعب هداف بمعنى الكلمه، مع انه هو اصلا في الاصل كان بيلعب مدافع، لكن تم توليفه كلاعب مهاجم وحقق نجاح، حقق نجاح ونجاح كبير جدا في الخط الهجوم. وارقامه واهدافه تتحدث عن انه هو نجح بصوره كبيره جدا في مركز 9، مركز المهاجم الصريح. واصبح نادي البنزرتي التونسي بيعتمد على اللاعب الطيب كلاعب صندوق وكلاعب رقم 9، وكل اهداف او اغلب اهداف البنزرتي التونسي جاءت عن طريق اللاعب الطيب بن زيتون. اللاعب في الموسم المنصرم مع البنزرتي التونسي هو شارك في 21 مباراة، منها 17 مباراة كمهاجم صريح، شارك في 18 مباراة على مستوى الدوري التونسي و3 مباريات على مستوى كأس تونس. سجل اللاعب 11 هدف وصنع هدفين. دي الحصيلة بتاعته، يعني ساهم
في 13 هدف من خلال 21 مباراة مع فريقه البنزرتي التونسي. ودي ارقام جيدة، ودي ارقام يعني ممتازة جدا. اللاعب شارك في 21 مباراة، سجل 11 وصنع هدفين. حصيلة مساهماته التهديفية بلغت 13 مساهمة تهديفية مع ناديه نادي البنزرتي التونسي. وكمان بيميز اللاعب الطيب بن زيتون بانه هو بيلعب براسه، ودي الحاجه برضو اللي فقدها الهلال كثير جدا. يعني حتى على مستوى الدفاع ممكن يساند لك الدفاع في حاله انه مثلا الفريق متقدم. الهلال دائما ما يلدق بالضربات الثابته وبالركنيات. فلما تلقى لاعب زي الطيب بن زيتون بيلعب، اصلا هو مدافع وطويل القامه ويجيد اللعبات الهوائيه، اكيد حتستفيد منه برضه دفاعيا لما تكون محتاج فيه، خصوصا في نهايه المباريات. ودائما الهلال بيلتغ زي ما قلت لك بالضربات الثابته وبالركنيات وفي نهايه المباريات. فممكن عادي الطيب يتوجه للدفاع وينقذ الهلال من كثير من الاهداف، ده للموهبه اللي عنده، لانه هو بيلعب زي ما قلت لك براسه اكثر واكثر. فشفناه اهدافه متنوعه عن طريق القدم وعن طريق الراس. والهلال بيفتقد لاعب الصندوق صاحب البنيه الجسمانيه زي دي، صاحب الموهبه بتاعت الاستعمال الراس في الضربات الثابته والركنيات. ده الطيب وده حصيلته في مع البنزرتي في اخر مواسمه، والناس كلها شافت فيديوهاته. يعني شفنا فيديوهاته كلنا من خلال السوشيال ميديا على اليوتيوب وعلى حتى على الفيسبوك. الناس بدات تتكلم بعد ذاك الهلال خلاص حيلعب مباراه مع الاهلي بنغازي، والبطوله الافريقيه بطوله ابطال افريقيا خلاص حتبدا 3-4 ايام وتبدا البطوله الافريقيه. كيف الهلال حيقدر يستفيد من اللاعب او 200 الهلال حيستفيد من اللاعب الطيب اذا ما تم تسجيله؟ خلاص هو خلص الهلال مع النادي البنزرتي التونسي. التسجيلات في افريقيا هي يعني الكشف الافريقي مفتوح لحد يوم 30/9. الكشف فاتح، الهلال ممكن يضيف اي لاعب لحد يوم 30/9، لكن بعد ذاك المشاركه بتتوقف على تاريخ تسجيل اللاعب. فالتواريخ هي كالاتي، عشان الناس تكون في الصوره وتعرف 200 حيشارك اللاعب الطيب اذا ما تم تسجيله. طيب زي ما قلت لك التسجيلات والكشف الافريقي فاتح لحد يوم 30/9. اللعيبه اللي سجلوا يوم 25/7 يعني لحد يوم 25/7 هم حيشاركوا مع النادي في كل مراحل البطوله، ابتداء من التمهيدي اللي حيلعبوا الهلال ده حاليا. اي لاعب سجل تم تسجيله من 25/7 وانت نازل حيشارك في مباريات الدوري التمهيدي وفي كل مراحل البطوله بكل تاكيد. من يوم 26/7 ليوم 31/8 حيشارك في الدوري التمهيدي الثاني. يعني اذا الهلال اتخطى الاهلي بنغازي، وان شاء الله الهلال قادر انه يتخطى اهلي بنغازي، الطيب حيشارك مع الهلال في الدوري التمهيدي الثاني اللي هو بعد مباراه الاهلي بنغازي باذن الله تعالى. مباراتين يعني حيغيب في مباراتي اهلي بنغازي. فده التاريخ اللي اذا ما تم تسجيله حاليا يعني الان قبل يوم 31/8، يعني عندك لحد يوم 31 اغسطس اللاعب حيشارك في الدوري التمهيدي الثاني. من يوم 1/9 ليوم 30/9 اللاعب حيشارك في دوري المجموعات. من يوم 1 لحد يوم 31 يناير بعد ذاك اللاعب ممكن يشارك في الادوار الاقصائيه لابطال افريقيا. يبقى يا جماعه اللاعب الطيب اذا ما تم تسجيله اللاعب التونسي في الهلال الان في الايام دي حيشارك في الدوري التمهيدي الثاني ما بعد مباراه اهلي بنغازي، بعد ما الهلال ان شاء الله يتخطى اهلي بنغازي باذن الله تعالى. الهلال حيستفيد من خدمات اللاعب الطيب وحيكون متاح بالنسبه للجهاز الفني للهلال. يبقى يا جماعه ملخص لحلقه اليوم بانه الهلال اتجه زي ما قلت لك اخيرا لشمال افريقيا. اللاعب الطيب واحد من هدافين البنزرتي، اديتك ارقامه في هذه الحلقه. وايضا الهلال حيستفيد من خدمات اللاعب ما بعد مباراتي اهلي بنغازي، وان شاء الله يتم تسجيل هذا اللاعب. وانا واحد من الناس متفائل جدا بهذا اللاعب وشايف انه ممكن يحل مشاكل كثيره للهلال. الهلال الان الناس كلها عارفه انه مشكله الهلال في الدقائق الاخيره في الكرات الثابته في الضربات الركنيه. ده على مستوى الدفاع ممكن الطيب يفيدك، وايضا على مستوى الهجوم الهلال برضه ما عنده اللاعب اللي بيستخدم راسه بصوره ممتازه جدا. فحتلقى اللاعب الطيب لاعب صندوق، لاعب 9 زي ما قال الكتاب،
زي ما قالت حوجة الهلال. المتابع الكريم، انا وصلت معاك لخواتيم حلقتي الليله، حبينا نتكلم فيها عن تسجيل اللاعب الطيب، اللاعب التونسي، لاعب نادي البنزرتي التونسي، ونتمنى ان تكلل الصفقه بالنجاح ويتم تسجيل هذا اللاعب المهم جدا للهلال، واللي حيحل مشاكل كثيره للهلال ان شاء الله. شكرا جزيلا متابعي الكريم، الاقيك في الحلقه الجايه ان شاء الله، الى اللقاء.